رح خبركن قصة صارت معي اسمعوها للآخر. امبارح نحن عم نساعد أهلنا النازحين وعم نوزع لهم بعض المستلزمات والمواد الغذائية. بيوقفني رجل مسن وبيطلب رقم الهاتف. على الفور قلت له حاضر، وأنا توقعت أنه بده يطلب مني الطلب، وقلت له كل شيء رح يوصل لخدمتك. بيقول لي لا، أنا أخذت رقم تليفونك لأنه وقت يصير فيه وقف إطلاق نار بدي أعزمك على الغداء لعنا على الضيعة وأذبح لك خروف. اللي قصدي أقوله من القصة أنه هدول الناس اللي نزحوا هن أهلنا وإخواتنا. هول عندهم كرامة وعندهم قيمة وعندهم مصالح وعندهم مصاري. هول كل مشكلتهم إنه هربوا بتيابهم مشان يزمطوا من القصف، بس ما لقوا دولة تلاقيهم على نص الطريق. لهيك كانت المبادرات الشخصية هي اللي عم تهتم بالنازحين وبإيوائهم وبمستلزماتهم. مثل ما في مبادرات شخصية اهتمت بالنازحين، أيضا في ناس غلت الإيجارات عليهم وما خلتهم يستأجروا ورفضت أنهم يكونوا بيناتهم. أنت بأي ميلة